السلام عليكم. متواصلين في الحديث عن اي معلومه تفيد حضراتكم. والنهارده جات لنا الروميه اهيت، زي ما انتم شايفين اهيت، طلع لها عينيها مسدوده بسبب طلع لها خراريج عند عينيها. طبعا دوت ناتج من ان المكان بتاع الرومي مش كويس. الرومي كان محطوط في مكان طل، مكان مش كويس، مكان غير مناسب. فزي ما انتم شايفين اهوت الجيوب الانفيه والمنطقه بتاعه عين الطائر مليانه بالافرازات والتجبنات. طبعا سحبنا الافرازات البيضاء دهيت من السرنجه اللي انتم شايفينها دي، تاني سرنجه نطلع الافرازات من عين الروميه اللي قدامنا دهيت. فنصيحة يا جماعة، الرومي بتاعنا نحطه في مكان ما يكونش فيه ريحة وحشة، ما يكونش على السطوح للطل، علشان يعني نتجنب المشكلة دهيت. شوفوا سرنجة 3 سنتي اهيت مليانة تجبنات بيضة اهيت، سحبتها كل ناحية طلعت سرنجة. الناحية دي طلعت سرنجة والناحية التانية طلعت سرنجة. فلابد من وضع الرومي بتاعنا في مكان كويس. وطبعا هنحقن الرومية دهيت حقنة سلفات وحقنة مضاد حيوي، وهنحط لها طبعا في المية او حقن برضو، او هنقطر لها في بقها فيتامينات، علشان الفيتامينات وخصوصا مجموعة ألف د 3 اهي مهمة جدا علشان الجهاز التنفسي وعلشان الشعب الهوائية بتاعت الرومية بتاعتنا. طبعا هنحاول بعد ما افضي السرنجة دي تاني هحاول اسحب تاني، بس لما نيجي نسحب يا دوبك السن، لان الجلد رقيق ممكن نخرم راسها، يا دوبك يبقى حاجة بسيطة جدا، السن يا دوبك يخش كده بس، ونسحب بالراحة. هتطلع السرنجة مليانة بالافرازات وبالحاجات دهيت. يومين 3 مع العلاج مع الاهتمام هترجع الرومية بتاعتنا كويسة وهتكون بصحة كويسة ان شاء الله. يعني نتواصل الحديث عن اي معلومات تفيد حضراتكم، ولكن حرام الاهمال وحش. شوفوا حتى مناخيرها مليانة افرازات وتجبنات بسبب وضع التربية السيء بتاعنا. فنصيحة، لابد من الاهتمام بالرومي، لان الرومي طبعا رغم ان هو حمال، ولكن اي خطأ في التهوية في المكان بتاعه بتحصل مشاكل زي اللي حضراتكم شايفينها. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله يعني نتواصل في الحديث مع اي معلومة تفيد حضراتكم. شكرا. السلام عليكم. بنواصل النهاردة علاج الرومية. كنا امبارح سحبنا التجبنات والافرازات دهيت من عند عينيها. النهارده برضو هنواصل. الحمد لله كانت وشها كانت وعينيها ما كانتش شايفه خالص، رقت شويه. النهارده هنبدا سحب تاني بسرنجه نظيفه تاني النهارده اهوت، بالراحه خالص كده، بنتكه من تحت كده ونبدا اهوت عشان ما نخش. بصوا السن باين اهو يا جماعه. بنبدا نسحب، بصوا الميه اهو، بنبدا نسحب اهوت. شايفين السرنجة عمالة تتملى اهيت افرازات من اهو كده اهوت. سحبنا من الناحية ديت، هنبدأ نسحب تاني من الناحية التانية اهوت بنفس الايه السرنجة اهو من تحت كده اهو. شايفين اهو. طبعا الناحية دي هيت صفيت اهيت، والناحية التانية برضو. طبعا عايزين كل يوم نسحب ونطهر عينيها بمطهر كحول ولا اي حاجة كده، علشان ال 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 الافرازات دهيت والتجبنات دهيت تقل تماما اهوت. يعني في الاول خالص كانت العين بايظه خالص، فسحبنا اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دهوت.
يعني ده اليوم التالي اهوت، وان شاء الله هنبدأ نعمل كذا يوم لغاية ما تروق خالص مع الحقن المضادات الحيوية والفيتامينات ان شاء الله يعني تبقى كويسة. ولكن حبيت النهاردة استعرض تاني ازاي احنا سحبنا بندخل السن بالراحة عشان ما يخشش في عينيها ونسحب. بصوا يا جماعة الافرازات عاملة ازاي، بصوا جوه رغاوي مية اهي، بصوا عاملة ازاي، عاملة زي الجل اهي اهي. ان شاء الله يعني نواصل حديث العلاج بتاع الرمية دهيت، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم. بنعمل عملية إزالة تاني التجبنات من الرومي الأبيض اللي قدام حضراتكم دهوت، علشان زي ما انتم شايفين عينيه ملتهبة اهوت، وكانت يعني في تجبنات وإفرازات نتيجة إصابة الجيوب الأنفية بتاعته. سحبنا منها كذا سرنجة. ده برضه اهوت في الرومي اللي هو الابيض اللي جاي من فرنسا دهوت. طبعا يا جماعه نفس الخطأ بيتكرر نتيجه العدوى من طيور تانية. الروميه ديت كانت موجود، او الديك دهوت كان موجود مع طيور تانية، فجات له عدوى منهم، او ان الطيور الرومي بيتحط في مكان مش نظيف، او بيتحط على السطح في الطل. كل الامور دهيت بتخليه يصاب بالتهابات في الجيوب الأنفية بتاعته. في الحالة دهيت لابد من شفط وسحب للإفرازات دهيت علشان ما تقفلش عينيه والعدوى تزيد ويحصل له مضاعفات. اهو احنا شفطنا الناحية دهيت والحمد لله بقت ماشية مع الجسم اهيت، والناحية التانية برضو شفطناها اهيت، كانت مغطيه على وشه وعينيه مدمعه زي ما انتم شايفين اهيت. فيعني لابد من وضع الطيور في مكان كويس، ونحقنه حقنه مضاد حيوي علشان العدوى وكده، وحقنه فيتامين علشان تقوي جهازه المناعي بتاعه. شكرا لحضراتكم.